عمرك قبل كده فكرت لو بيروس ما بقاش هو حاكم دمار الكون السابع، يا ترى مين اللي ممكن ياخد مكانه؟ حتى لو السؤال ده ما جاش في دماغك، احب اقولك انه جا في دماغي، وعندنا حبة مرشحين للمنصب ده، هنختار منهم مين ممكن يكون انسب واحد فيهم. المرشح الاول عندنا هو موناكا. هيهي لا بهزر معاك، اكيد موناكا مش في المرشحين خالص. بس قبل ما اقولك اول مرشح معانا، استنى، انا شامم ريحة كده غريبة. عرفت ريحة ايه؟ شامم ريحة ناس مش مشتركة. اكتر من 80% من اللي بيتفرجوا عليا مش مشتركين. طالما بتتفرج اشترك يا عم الكاريزما، مش كده؟ قدر تعبي. حتى نفسي اوصل ل100,000 بقى واجيب الدرع كده. حرام عليك يا جدع، هعيط. لا براحتك، لو مش عايز تشترك عادي، بس الاحسن يعني لو تشترك، مش هتخسر حاجة. هيهي تعال بقى نعيد الفيديو من الاول. المرشح الاول لمنصب حاكم الدمار معانا النهارده هو جوكو، خصوصا بعد ما وصل لتقنية الغريزة، ودي تقنية معدية قوة حكام الدمار اصلا، لانها قوة متخصص فيها المساعدين. طبعا جوكو قدامه كتير قوي عشان يوصل حتى لربع مستوى مساعدين، وعشان يوصل لمستوى قوي اساسا في الغريزة الفائقة نفسها. يعني بعد كل اللي شفناه منه ده لسه ما بيعرفش يستعملها بكل قوتها، يمكن بيستعمل 1% بس منها، بس تقريبا برضو دي اقوى تقنية في الدراجون بول. فتخيل بقى وهو بيتقن التقنية دي 100%، وهو كده بيقدر يستعمل جزء منها، فالموضوع مش مستحيل بس مش سهل. فمين هيبقى احق منه من انه يبقى حاكم الدمار اللي جاي بكل القوة دي اللي ممكن اصلا يعدي بيها كل حكام الدمار وبسهولة؟ وفوق كده كمان في المانجا جوكو استعمل الهاكاي على زاماسو، وكان ممكن يخلص عليه لولا انه نص خالد ولا عماد ما تشيلش الاشتراك يعني، اوعى فعشان زامس ونص خالد فما عرفش يمحيه. وما تنساش انه كده متقن لتقنيات الحكام بالهاكاي طبعا اللي عملها في المانجا، وتقنيات المساعدين لانه اصلا بيستعمل الغريزة، فده ميكس غير عادي. تخيل مساعد وحاكم في نفس الوقت وفي نفس الجسم. بس في مشكلة صغيرة بقى كده مع جوكو، وهي ان شخصية جوكو ما تنفعش تبقى شخصية حاكم دمار. يعني الراجل جاله مليون فرصة حرفيا انه يقتل اعدائه، ومع كده بيعملها بس لما يكون مضطر لده. ممكن كمان ما يقتلش عدوه ده، هيعجزه بس وهيديله فرصة ان هو يلحق نفسه زي ما عمل مع فريزا على كوكب نامك. غير كده بقى جوكو بيحاول يخلي الاشرار ناس طيبة وبيثق فيهم، وده اوقات بيكون سبب خسارته. فجوكو كمؤهلات تقدر تقول ان كلها عنده تقريبا، كقدرة وقوة وذكاء قتالي وقوة تدميرية. وده ظهر في كلام الكايوشين في ارك بيروس لما واجه جوكو اول مرة بالسوبر ساين الاحمر، والكايوشين قال ان هم لو كملوا كده هيدمروا الكون كله، وكان جوكو لسه بيقول بسم الله في كل الحكام. شوف بقى دلوقتي بعد ما وصل لتقنية عدت الحكام، دخل على قوة المساعدين على طول. لكن مشكلة جوكو الوحيدة شخصيته، الشخصية في السملح خالص، مش هتنفع كحاكم دمار لانه طيب جدا وبيسامح اي حد بسرعة، عكس ما شفنا بيروس اللي بيضايقه مش بيفكر مرتين، بيمحيه على طول مهما كان مين بقى، زي ما عمل مع زاماسو كده. وكده نكون خلصنا المرشح الاول معانا واللي كان جوكو، وندخل على المرشح التاني واللي اتدرب على ايد بيروس نفسه، اكيد طبعا فيجيتا، من غيره. لو ما شفتش المانجا ففيجيتا وصل لتحول الغرور الفائق، وده تحول يوازي تقريبا الغريزة بس من ناحية حكام الدمار. وفيجيتا ما وصلش للتحول ده غير لما بيروس دربه شخصيا عشان يوصل للقوة دي. وزي ما عارفين ان الغريزة عبارة عن الدفاع المثالي، ولو اللي بيستعملها اتقن الغريزة هيبقى معاه الهجوم والدفاع المثالي. تقدر بقى تقول على الغرور الفائق تقنية الانتحار المثالي، لان مستخدمها قوته بتزيد كل ما بيتعرض لضرر اكتر، فحرفيا بتروح لنهايتك برجليك، بس ده بيزيد قوتك بدل ما يخلص عليك. وطبعا ده غير تحكمه الكبير في تقنية الهاكاي. فكتقنية وكجنون فيجيتا اصلا متعلم من واحد من اقوى حكام الدمار،
وهو بيروس شخصيا، ده لو ما كانش اقوى واحد فيهم. وما تنساش ان فيجيتا قدر على توبو بتحول شبيه لقوة حكام الدمار، وهو حاكم الدمار الجاي مرشح في الكون بتاعه اللي هو الكون 11. وتوبو كمان كان بيستعمل الهاكاي كتير، واستعملها كتير فعلا على فيجيتا، وكل ده وفيجيتا كان لسه بيستعمل التحول الازرق قبل اصلا ما يعرف يعني ايه الغرور الفائق. فتخيل وهو بيستعمل الغرور الفائق بقى. وكمان بيروس كان قال لفيجيتا في المانجا ان قوته تساوي بعض حكام الدمار، ويقدر بقوته دي من قبل ما يوصل للغرور الفائق انه يبقى حاكم دمار، ولكن في كون تاني، لان بيروس اقوى منه بكتير لسه. ورغم كل مميزات فيجيتا دي، فيجيتا عمره ما هيقبل يبقى حاكم دمار، لانه بيحب يكون مع عيلته اللي هم بولما وعياله، وبيحب يكون قاعد يحميهم من اي خطر او حاجة ممكن تحصل. فشغل او منصب زي منصب حاكم الدمار هيبعده عن عيلته، وبرغم كل ده لحد دلوقتي هو الانسب لمنصب حاكم الدمار، لان بكل بساطة بيروس اللي وصله للقوة دي. فمين تاني هيكون انسب من واحد اقوى حاكم دمار تقريبا هو اللي مدربه؟ اكيد مفيش حد ينفع ياخد مكان حاكم الدمار ده نفسه غيره هو. الحقيقة هو ممكن يكون في حد ينفع ياخد مكان حاكم الدمار ده برضه، وممكن اللي هقوله يصدمك شوية، لكن ايوه في حد كمان ممكن يدخل معانا في لعبة الاختيارات دي بتاعت حكام الدمار، واللي ممكن يجي مكان بيروس ده بعد كده هو جوهان. ايوه جوهان النرد الدحيح ده. اكيد هتفكر ازاي بقى، الراجل ده مجنون ولا ايه؟ فكر كده معايا بكل هدوء. جوهان قدر يواجه جوكو وهو في تحول الغريزة، والنتيجة كانت تقريبا قريبة من بعض، بل تقريبا كمان جوهان كسب جوكو وهو لسه مش متحكم في كامل قوته، استعمل جزء منها بس، لان لو اطلق كل قوته قوة التحول بتخرج عن سيطرة جوهان. بس جوهان كلنا عارفين انه فاشل ودماغه في الدراسة والابحاث العلميه بقى وحاجات الناس الفاشله دي، فهيفضل طول عمره فاشل. فما علينا من جوهان، ونروح للاختيار اللي بعديه وهو برولي. لو بصينا على برولي فهو في الحقيقه متسول، ما عندهوش بيت ولا عيلة ولا مكان يسكن فيه، متسول حرفيا. ورغم تسوله ده الا ان قوته بدون تدريب متخلفة، ووصلت لان عشان جوكو وفيجيتا يقدروا عليه اندمجوا وواجهوه بجوجيتا بالتحول الازرق، لكن وكل واحد فيهم لوحده وبالتحول الازرق محدش قدر عليه. حتى جوكو في فيلم دراجون بول سوبر برولي جت لقطة وهو بيقول ان برولي ممكن يكون اقوى من بيروس نفسه، لان لاحظ زي ما قلت لك برولي عمره ما اتدرب قبل كده، هو مولود كده لوحده. فلو قسناها على مستوى القوة الخام ولغينا كل المعايير التانية لحاكم الدمار، فبرولي اكيد هو حاكم الدمار المناسب. لكن رغم كل القوة المتخلفة دي، برولي يدوب بيعرف يتحكم في تحول السوبر ساين الاول اللي هو التحول العادي ده اللي جوكو واجه بيه فريزا في ارك النمك. ومع كده بالتحول البسيط ده برولي واجه جوهان بتحول الوحش في المانجا وكان مجاريه تقريبا، وجوهان كان مصدوم هو وبيروس من القوة دي كلها، ازاي في اول تحول وازاي بالقوة دي، وكان مجاري جوهان في القوة والسرعة. تخيل بقى لو بيعرف يتحكم في كل طاقته، ودي مشكلة رغم ان هي ميزة، لان اول تحول بس برولي قعد كل السنين دي عشان يعرف يتقنه ويستعمله، ما بالك بقى بقوة زي الهاكاي او زي الغريزة مثلا، هتعمل معاه ايه؟ حتى كي الحكام نفسها اللي بيستعملها جوكو وفيجيتا هتبقى كتير على برولي عشان يعرف يتحكم فيها، لان حرفيا الكي بتاعت التحول الازرق والاحمر متخلفة. فتخيل يزيد تخلف على التخلف بتاعه، هيفجر الانمي بالمشاهدين باللي بيعملوا الانمي بيك دلوقتي وانت بتتفرج. عشان تحمي نفسك اشترك وفعل الجرس واعمل لي لايك على الفيديو. المرشح اللي بعديه معانا هو بيكولا او بيكولو، شوف بتقولوا ازاي، دي في سبيستون ودي في النسخه الانجليزي. هلاقي واحد في الكومنتات يقول لي لا اسمه شرحبيل، اي اسم بقوله لازم تغلطوني وخلاص، لازم يطلع حد كده مش عايزين نشتم بقى، عيب. شوف بقى بتقول اسمه ازاي وهو اللي طلع قدامك ده، مش محتاجين فزلكه، انت شايفه بعينك.
شوف بتسميه ازاي، وهو ده. ممكن تستغرب بقى ايه الترشيح ده شويه، بس ما تنساش التحول الجديد بتاعه اللي بيوازي تحولات الحكام عند جوكو وفيجيتا. وما تنساش برضو ان بيكولا او بيكولو كان في بدايه الانمي شرير وكان بيقتل الناس لمتعه بس، فتخيل وهو عنده سبب يدمر ويقتل عشانه، اكيد هيحب ده. بس في مشكلتين مع بيكولا دلوقتي. اول حاجه ان لولا كرات التنين ما كانش هيوصل للتحول الجامد ده، فلو ما فيش كرات تنين ما فيش بيكولا بالتحول ده. وفوق كده كمان بقى قلبه طيب وطري، مش شرير ومؤذي زي زمان، فلحد دلوقتي هو اضعف مرشح معانا. مرشح ولا مرشح؟ اعتقد ان هي مرشح. فلحد دلوقتي بيكولا هو اضعف واحد معانا في الليسته دي، لان تقريبا ده اخره في القوه ومستحيل يعدي المستوى ده بسهوله، فمحتاج مجهود متخلف علشان يبقى اقوى من كده. نيجي بقى لانسب واحد للمنصب ده، وهو فريزا سما، الاقوى في المرشحين دول كلهم، اللي عمل جوكو وفيجيتا بطاطس محمره بضربه واحده بس، وهما في اقوى تحولين في الانمي، الغرور الفائق والغريزه الفائقه. حرفيا طف عليهم بس خلص على الاتنين. ولو جينا على موضوع انه يتعلم قوة الهاكاي، شفناه قبل كده حرفيا بيلعب بطاقة الكي بتاعت حاكم الدمار سيدرا، واللي كانت كي هاكاي، فبالنسبة له أصلا مش حاجة من قبل ما يوصل لتحول البلاك فريزا اللي هو أقوى تحول دلوقتي في دراجون بول. كان بيتحكم في الهاكاي من وهو لسه جولدن فريزا، ده غير ذكاء فريزا طبعا، بيعرف يعمل ايه وامتى وليه. زي ما في ارك الاكوان كده لما جوكو تعب قدام جيرين فراح له واداله جزء من طاقته عشان يقوم ويكمل قتال، فجوكو ساعتها استغرب وقال له انت ليه بتعمل كده؟ غريبة. ففريزا قال له عشان جيرين اكيد اقوى مني ومش هقدر عليه، وانت مجنون وبتحب الناس اللي كده، فخد يا باشا الكيدي ورجع قوتك تاني وقوم استعمل الغريزه واعمله كفته، انا قاعد اتفرج من بعيد ماليش دعوه، وربنا معاك بقى. يعني لما بيشوف حد اقوى منه ما عندوش مشاكل يعترف بده، وبيحاول يلاقي طريقه يهزمه بيها بدون ما يتاذي. ودي فكره فيلم دراجون بول سوبر برولي اصلا، انه عشان يقدر على جوكو وفيجيتا بدون ما يهزموه تاني ضحك على ابو برولي واستغل قوه برولي المتخلفه علشان برولي يهزمهم لفريزا. ده غير اصلا انه كان عنده جيش من اكبر الجيوش في دراجون بول، فالراجل راجل عسكري وحازم وبيعرف يتحكم في اي عدد قدامه ويقنعهم بكلامه. ده اقنع برولي شخصيا اللي لو مسكوا هيعملوا شاورما وبالكلام بس وبدون ما يستعمل اي قوة. وبكده يكون المرشحين بتوعنا خلصوا. انت بقى ايه رأيك؟ مين انسب واحد فيهم يكون حاكم الدمار اللي جاي مكان بيروس، لو بيروس ادى فرصة لحد اصلا؟ يعني جوكو ولا فيجيتا ولا جوهان ولا برولي ولا بيكولا ولا فريزا ولا موناكا؟ هيهي قول لي بقى في الكومنتات هتختار مين وهتختاره ليه، وهتستبعد الباقيين ليه برضو؟ اشمعنى اللي انت اخترته ده والباقيين لا؟ يعني اللي هتختاره تقول لي ميزاته وتقول لي عيوب الباقيين اللي استبعدتهم عشانها. وبس كده الفيديو يكون وصل لنهايته. ما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس، ولو عندك صحاب بيحبوا دراجون بول ممكن تشوفوا الفيديو ده مع بعض وتفكروا معايا بقى في الكومنتات مين انسب حد للمنصب ده بعد بيروس. وبس كده، سلام.